تعمل إيران على تزويد جبهة البوليزاريو بطائرات كاميكازي بدون طيار درونات انتحارية عبر سفارتها وملحقها العسكري في الجزائر، وذلك من أجل البحث عن تحقيق توازن في المنطقة بعد تفوق الدرونات المغربية في الصحراء. وأصبح المحور الذي شكلته إيران والجزائر وجبهة البوليساريو يهدد منطقة الساحل والصحراء، حيث باتت هذه المنطقة عرضة لأطماع شرقية وغربية، وهو ما دفع الأمريكيين إلى زيادة التنسيق مع المملكة لمراقبة مرور السلاح. وأشارت صحيفة كونفيدنسيال إلى أن طائرات كاميكازي بدون طيار، وهي نوع لا تملكه إسبانيا، يمكن أن تهاجم مواقع استراتيجية حيوية، كما تهدد الأمن القومي الإسباني والمغربي. وفي أكتوبر الماضي، سجل النائب أنطونيو لوبيز إستوريس سؤالا في البرلمان الأوروبي حول الطائرات العسكرية الإيرانية بدون طيار التي تم تزويد جبهة البوليزاريو بها. ورد البرلمان بأن الاتحاد الأوروبي ليس لديه تأكيد لمزاعم شراء طائرات بدون طيار. وفي الآونة الأخيرة، نشرت لويلين كينغ في أتلايار أن الدبلوماسيين المغاربة يثيرون هذه القضية بنشاط مع الحكومة الأمريكية والحكومات الغربية، إذ تمتلك طهران صناعة عسكرية كبيرة للطائرات بدون طيار بعد عقود من البحث المستمر والاستيلاء على الطائرات الأمريكية بدون طيار. ونقلت كينغ عن إيلان بيرمان، نائب رئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية، قوله إن النظام الدفاعي الفعال الوحيد ضد الطائرات بدون طيار هو القبة الحديدية الإسرائيلية، الدرع الذي لا يملكه المغرب ويمكن أن يعني ضعفا كبيرا بالنسبة له، هذا ويسعى المغرب للحصول على القبة الحديدية من إسرائيل لحماية أجوائه من أي تهور جزائري.